دلوقتي يا جماعة، أنا ما عنديش إلا ابن واحد. ابني ده خاطب بنت وبيحبها جدا، وطبعا هو قريب لقلبي وقريب ليا قوي. علشان كده قال لي: يا ماما، أنا لما اتجوز أنا مش هسيبك إن انتي تقعدي لوحدك، لأن شقتي هتبقى بعيدة عن شقتك، فلازم تكوني جنبي. أنا مش هسيبك تقعدي لوحدك في الشقة دي. من أول يوم جوازي انا لازم هاخدك معايا. وفعلا اتجوز، ومن اول يوم ما اتجوز البنت دي، وطبعا كان متفق معاها ان هو مش هيسيبني اقعد لوحدي. خدني معاه من اول يوم جوازه على شقته الجديدة، ورحت وقعدت معاه. من ساعة ما رحت وعشت معاهم في البيت، حسيت كده ان هما اغلب الوقت وانا قاعدة بيكونوا محرجين جدا، مش واخدين راحتهم في بيتهم. مش عارفة الاحساس ده جايلي، وما كنتش عارفة ان انا اعمل ايه. هل ده من وجودي معاهم في البيت ولا من ايه بالظبط؟ المهم ان انا حاولت اقنع نفسي. قلت ممكن يمكن هما عشان هما لسه متجوزين جديد ولسه مش واخدين على بعض، فممكن يكونوا لسه محرجين من بعض علشان خاطر هما لسه عرسان جداد. فما خدتش وديت ومحطتش في دماغي اي حاجة خالص. المهم ان في يوم من الايام لقيت ابني جايلي وبيقولي: يا ماما، انا عايزة اطلب منك طلب. قلت له: ايه يا حبيبي؟ اتفضل قول الطلب اللي انت عايزه. طلب مني وقال لي: انا عايزك تمشي وتروحي تقعدي في شقتك شوية، لاني بصراحة انا ومراتي محرجين وانتي لما بتكوني موجودة معانا. يعني يا امي، احنا بصراحة مش عارفين ناخد حريتنا في بيتنا. قلت له: يعني انت تقصد ايه؟ يعني انت عايزني فعلا ان انا امشي من القعدة عندك هنا في البيت؟ قال لي: بصراحة يا امي، انت عارفة ان هي عروسة جديدة ومكسوفة ومش عارفة تاخد حريتها او تقعد براحتها في بيتها، وبصراحة انا كمان بكون محرج، فمعلش انا عايزك ان انت تروحي بيتك، وانا شوية كده وهرجع اجي اخدك تاني ترجعي تعيشي معانا. بصراحة انا منكرش ان انا زعلت من كلامه ده، وحلفت بيني وبين نفسي ان انا مش هسيب بيتي، ومادام انا ليا بيت يبقى انا مش هروح اقعد عند حد تاني. هو من وقت للتاني بقى يتصل بيا ويطمن عليا، لدرجة اني لقيته بعديها بفترة لقيته جاي وعايز ان هو ياخدني ارجع اعيش معاه تاني، وانا للاسف رفضت. انتوا ايه رأيكم؟